في سؤال دايما الناس بتساله لي وانا ما بعرفش اجاوب عنه، مش عشان مش عارفه بس عشان مش لاقي له اجابه محدده. السؤال هو انت بتشتغل ايه؟ ترى اقول لهم انا جرافيك ديزاينر ولا دكتور ولا فيديو اديتور ولا موشن ديزاينر ولا ايه بالظبط؟ كل ما اقول لحد الاجابه دي هيقول لي نفس الرد بالظبط، انت مشتت نفسك. بس انا النهارده جاي اقول لك ان انت مش مشتت نفسك، انت انسان. دلوقتي احنا عايشين في عالم صمم نفسه عشان الخطوط المستقيمه. اتولدت، دخلت حضانه، دخلت ابتدائي، اعدادي، ثانوي، كليه، قسم في الكليه، بعدها اشتغلت في تخصص معين. الخط ده احنا بنسميه الحياه الناجحه. بس في ظل وجود الخط ده لو سالت نفسك طب اللي انا بحبه مش موجود في الخط ده هعمله امتى؟ في ناس تقول لك في وقت فراغك، في الاجازه، ناس تقول لك لما تطلع معاش، والحياه بتعدي تفضل قاعد في نفس الدوله. فالنهارده هنتكلم عن ناس رفضت تمشي في الخط المستقيم ده، ناس قررت تبني شبكه مش خط مستقيم، وعرفوا يغيروا التاريخ بسبب القرار ده. في سنه 1452 اتولد ابن غير شرعي لساري في ايطاليا. الطفل ده كبر من غير ما يعرف امه كويس، كبر من غير ما يكون عنده حق التعليم زي ابناء النبلاء، كبر في بيت جده في الريف وسط الشجر والطيور والطبيعه، لكن فضوله كان اكبر من الواقع اللي هو اتحط فيه. من صغره كان بيشوف العصافير الميته ويجي يفتحها عشان يشوف جواها ايه، يبص في الميه كده ويسال هي ليه بتتحرك كده؟ كان بيرسم كل حاجه يشوفها، وشوش بشر، ورق شجر، طيور. لما الولد ده بقى عنده 14 سنه ابوه ابتدى يبص على الرسومات ويقول والله الواد ده فنان، وبحكم انه كان غني من اثرياء ايطاليا فبعته يشتغل مع اشهر فنان في ايطاليا وهو فيروكي. في الورشه دي ابتدى بقى يتعلم الرسم، بس الرسم ما كانش بيكفيه. كان بيسمع المزيكا ويحاول يفهم هي ليه النغمات دي بتطربني. كان يشوف الطيور طايره في السماء ويقول طب ازاي الجناح ده بيطير كائن زي ده. كان يشوف النهر وهو بيرسمه ويقعد يفكر طب ايه طبيعه حركه الميه. وفي الفتره دي بدا يعمل حاجه ما حدش كان بيعملها في الوقت ده، وهو انه يدون كل افكاره في الدفتر بتاعه. الدفاتر دي اكتشفناها بعدين واتنشرت رسميا باسم كودكس مش عارف ايه. ما كانش في حاجه في العلم ولا في الفن ولا في الهندسه الا وكتب فيها. واحد يقول لي طب يا حسين الدفاتر دي طب فيها ايه، ما نفتح ونشوف. اول حاجه رسومات التشريح البشري. كان لما يجي يرسم انسان كان يقول انا مش هقدر ارسم الانسان ده غير لما اعرف الانسان نفسه بيتكون من ايه. فراح اتصرف وقعد يتسلل على المستشفيات وعرف يقنعهم انه ياخد الجثث ويبتدي يشرحها ويحلل فيها. وبحكم ان الكنيسه كانت شايفه ان تشريح الجثث حرام كان بياخد الجثث في بيته وبالليل وعلى نور الشموع ويبتدي يحلل فيها. وتاني حاجه عملها ان برغم ان ما كانش فيه طيارات في الزمن ده فهو رسم تصاميم لجلايدر عنده جناحات وبتطير، رسم مروحيه بدائيه، رسم مظله هبوط. وفعلا الناس خدت النماذج دي في القرن العشرين وابتدوا يعملوها اختراعات حقيقيه. يعني كان قبل ما نخترع الطياره ب 400 سنه كان هو باني نماذج ليها. شوقتنا مين الراجل ده؟ احب اقول لك ان الراجل ده هو ليوناردو دافنشي راسم الموناليزا. واحد تاني يسالني طب ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ليه شتت نفسه بالشكل ده؟ احب اقول لك ان في اجابه بسيطه للسؤال ده الا وهي الفضول. بس انا طبعا مش جاي اقول لك الاجابه البسيطه، انت عرفت. الاجابه الصح ان هو كان شايف ان كل الحاجات دي وكل العلوم دي هي الاساس حاجه واحده، ان الرسم والعلم والهندسه والفن عمرهم ما كانوا مجالات منفصله، هم كلهم حاجه واحده وبيكملوا بعض وبنحاول نفهم بيهم الكون. يعني لما رسم الموناليزا ما كانش مجرد انه بيرسم وش واحده ست، ده كان بيطبق كل اللي اتعلمه عن الضوء وعن التشريح وعن التعبير البشري وعن المنظور. فاللوحه دي مش مجرد رسمه، دي معادله، وده اللي خلاها تتباع النهارده بارقام. وحتى لما رسم لوحه العشاء الاخير كان بيدرس ردود الفعل البشريه على الصدمه. يعني سال نفسه سؤال لو 12 راجل سمعوا خبر مخيف جدا كل واحد هيبقى ايه رده فعل، وحول السؤال ده لفن. ليوناردو دافنشي مات وهو عنده 67 سنه وبيقولوا ان اخر كلامه كان اعتذار لنفسه ان هو ما قدرش يتعلم بما فيه الكفايه. يعني تخيل الراجل اللي غير تاريخ الفن والعلم والهندسه كان شايف نفسه مقصر. امال لو شافنا دلوقتي هيقول علينا ايه؟ واحد يقول لي طب انا مش حاسس الحكايه دي، شوف لي حاجه ثانيه. في سنه 1706 اتولد الابن ال15 لصانع شموع فقير عنده 17 ولد بالظبط، كان عنده 17 ولد. فبالتالي ابوه ما كانش عنده فلوس كفايه انه يخليه يتعلم. فبنجامين فرانكلين فضل في المدرسه سنتين بس، بعدها ابوه قال له يا ابني شوف لك شغلانه. فمن وهو عنده 10 سنين ابتدى يشتغل مع ابوه وان هو يصنعوا الشموع. بس هو كان حاسس ان في حاجه غلط وكره الشموع حتى من كتر الشغل، فراح يشتغل شغلانه ثانيه عند اخوه الكبير. واخوه الكبير ده كان عنده مطبعه. في المطبعه دي بنجامين اكتشف حاجه مهمه جدا، ان كلمه واحده ممكن تغير حاجات كتير. فقال بس مكتب مقالات بقى في الجرايد دي. ولانه كان عمره وقتها 12 سنه عمل حاجه ذكيه جدا، اخترع شخصيه وهميه اسمها سايلنس دوجل. وكان بيكتب مقالات بالاسم ده ويروح يبعتها للبريد بتاع اخوه، فاخوه ينشرها في الجريده. فاخوه نشرها والشخصيه دي بقت مشهور. وبعد فتره اخوه اكتشف ان اللي بيكتب الكلام ده كان اخوه الصغير. طبعا كانوا علقه بنت حرام. فلما وصل 17 سنه ساب اخوه راح فيلادلفيا وهو كان في جيبه جنيه ونص. طبعا اول ما وصل فيلادلفيا انت اكيد عارف اشتغل ايه، راح اشتغل في مطبعه، ما هو اللي بنفهم فيه. بس في نفس الوقت ده بقى ما قعدش قال لك انا اشتغلت في مطبعه بقى وخلاص قعد هادي، لا ده كان بيقرا في كل حاجه، بيقرا في التاريخ، بيقرا في العلم، بيقرا في الفن، بيقرا في الهندسه. وكمان اتعلم 5 لغات، الانجليزي والايطالي والاسباني والفرنساوي، وركز لي على الفرنساوي. واتعلم كل اللغات دي من غير استاذ، ده هو اتعلم بنفسه، جاب الكتب كده وقعد يتعلم. فلما وصل سن 22 فتح مطبعته الخاصه. ولما بقى عنده 26 سنه بدا ينشر فقير ريتشارد. الكتاب ده اتباع بمعدل 10000 نسخه كل سنه لمده 25 سنه، يعني اتباع منه 25000 نسخه. تخيل. طب ما هو ناجح هو، امال فين الحكمه؟ الحكمه ان هو كان شايف ان الكتابه والطباعه ما كانتش كفايه ليه. فهو عنده 42 سنه قرر يطلع معاش. قال لك بس كفايه طباعه لحد كده. هو ما طلعش معاش عشان كبر في السن يعني لا قدر الله، لا ده طلع قال لك في حاجات في الدنيا اهم عيش عشانها اكتر من الطباعه. عمل ايه بقى بنجامين فرانكلين ده؟ اكتشف الكهرباء. كان بيحب الموسيقى فاخترع آلة موسيقية.
اللي هي الجلاس ارموني. موتزارت وبيتهوفن نفسهم استعملوها وعجبتهم، لقى نفسه بيقرا بصعوبه من قريب ومن بعيد، فاخترع نظاره الباي فوكال. كان زعلان ان مفيش مكتبه عامه في امريكا، راح بنى اول مكتبه عامه في امريكا. كان زعلان ان مفيش مستشفى في فيلادلفيا، راح بنى اول مستشفى في فيلادلفيا. زعلان ان مفيش تعليم كويس، راح عمل اكاديميه. الاكاديميه دي دلوقتي هي جامعه بنسلفانيا. وبعد كل ده وصل 70 سنه، خلاص يا راجل اتهد وموت، اتعين سفير لامريكا في فرنسا، وبمهاراته في الكتابه والاقناع اقنع فرنسا انها تقف جنب امريكا في حربها مع انجلترا، وده اللي حسم الحرب. ولما بقى عنده 84 سنه ما خافش، ما عملش حاجه تاني، مات. وفي جنازته حضر 20,000 شخص. تخيل الراجل بدأ بجنيه ونص، بقى من اشهر الكتاب ومن اشهر العلماء، وكمان مخترع وكمان سياسي. ولو انت ما تعرفش او ما مسكتش دولار قبل كده، فهو صورته على $100. والسر في كل ده انه ما تقالوش ركز في حاجه واحده، او على الاقل حتى لو اتقال له فهو ما سمعهمش. واحد يقول لي طب يا حسين الكلام ده في بلاد بره اللي بيدعموا الفاشل حتى ينجح، واحنا ما بندعمش الفاشل حتى ينجح. اقول لك لا يا عم، عندك ابن سينا ده بقى ابوه كان متعلم وراجل كباره، فحرص انه يعلم ابنه. وهو عنده 14 سنه ابتدى يتعلم الطب من طبيب اسمه ابو المنصور الحسن القمري. لكن من كتر ما ابن سينا كان شاطر جدا في الطب، وصل لمرحله انه عارف بنفسه حاجات في الطب اكتر من الاستاذ بتاعه. حتى هو وصف ده وقال كنت اقرا في الكتب واجد ان استاذي لا يعرف ما وصلت اليه. فهو كان عارف حاجات الاستاذ بتاعه مش عارفها وهو عنده 14 سنه. ووصل وهو عنده 16 سنه ابتدى يعالج المرضى بنفسه. وهنا تيجي مقوله شهيره جدا لابن سينا، قال لك لما كنت اسهر الليل اقرا كنت اضيء شمعتين، شمعه للعلم وشمعه لظلام الليل. لما وصل بقى عنده 18 سنه ما بقاش في حاجه في الطب مش عارفها، مفيش حاجه في العلم مش عارفها، مفيش حاجه في الفن مش عارفها. قال لك ازاي ده، اما اروح اتعلم منطق ارسطو. قعد يقرا كتاب ما بعد الطبيعه، ده الكتاب اللي بيشرح منطق ارسطو، وقال ان من كتر ما هو مش فاهمه فهو قراه 40 مره عشان يفهمه وبرضه ما فهمهوش. يسكت؟ اكيد لا. قعد يدور لحد ما لقى كتاب كان كاتبه فارابي، كان شارح فيه منطق ارسطو ببساطه، ففهم منه منطق ارسطو. الناس بتقول انه كان هيموت من الفرحه يعني. طب يا استاذ ابن سينا لو جينا سالناك انت بتشتغل ايه، هترد تقول ايه؟ هيقول لك طب انا في الطب، انا كتبت القانون في الطب. دي موسوعه من 5 اجزاء فيها مليون كلمه. الكتاب ده اتدرس في جامعات اوروبيه لمده 600 سنه بعد وفاته. وفي الفلسفه كتبت كتاب في الشفاء اللي هو ناقش فيها الوجود والروح وعلاقه الاله بالكون. وفي الرياضيات والفلك اخترع اداه ترصد النجوم، وهو اللي اكتشف ان النجوم بتنور بنفسها مش بتعكس الضوء، وشرح مفهوم الجذور والمعادلات. ده حتى في المزيكا يا راجل، ده كتب عن نظريه الموسيقى وازاي بتاثر على مشاعرك وعلى جسمك. واحد يقول لي طب خلاص ما كتبش شعر، لا كتب شعر، وبعض من قصايده لسه بتتقال لحد دلوقتي. يعني كمجمل ابن سينا في حياته كتب 400 كتاب، في منهم 240 كتاب بس احنا وصلنا له، الباقي ضاعوا بقى في الدنيا. ده برضه كان مبدأه نفس اللي فات، ان كل العلوم تفسر حاجه واحده بس، الا وهي علاقه الانسان بالكون. فهو ما جاش على نفسه قال لك بس خلاص انا درست طب انا اقعد انام بقى واركب، لا ده درس طب وفلسفه ورياضه وفلك وموسيقى وكل حاجه. تخيل ده لو كان عايش دلوقتي كانت قال له ايه. دلوقتي بعد ما كلمتك على ليوناردو وفرانكلين وابن سينا اللي هم 3 عباقره غيروا التاريخ بسبب انهم ما كانوش مؤمنين بفكره التخصص، طب ليه احنا بقى كبشر في الوقت الحالي بنكره الفكره دي؟ الاجابه هي الثوره الصناعيه. قبل الثوره الصناعيه كان المجتمع محتاج ناس بتفهم اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني الفلاح كان بيبني وبيفهم الطقس وبيزرع وكمان بيعالج الحيوانات. حتى الصنايعي تلاقيه فنان بيفهم في المواد اللي بيشتغل بيها، وتلاقيه كمان تاجر. لكن لما جت المصانع في القرن ال18 وال19 المصنع بقى محتاج حاجه مختلفه، محتاج ناس بتعمل نفس الحركه بالظبط لمده 8 ساعات كل يوم. تخصص ضيق جدا. ومنطق المصنع ده دخل في التعليم، المدارس اتصممت تبع نفس المنطق. المجتمع الحديث بيحب حاجه اسمها اكسبرت، بيحب الناس الخبيره. الدكتوراه لما تيجي تعملها فانت بتعملها في نقطه معينه بس، الالتواء الكاحل، السبيشالست اللي عارف كل حاجه عن حاجه واحده. حاجه مش وحشه بس انا بكلمك في نقطه معينه، لدرجه ان دلوقتي بقينا نعاقب الناس متعددين المواهب. لما تلاقي السي في بتاعك فيه اكتر من مهاره واكتر من مجالات تاكيد هيترفض. يعني انت لو شخص بتحب التصميم والكتابه والمزيكا هتقول لك يا ابني بطل تشتت نفسك. لو جيت تقول لابوك طب انا بحب الفن يا بابا، انا بحب ابدع، هيقول لك يا ابني بطل عبط، روح شوف لك شغلانه. ثالث حاجه هي وهم التخصص الكامل. في فكره دايما بتتردد على اذاننا اللي هو لازم تخلص حاجه عشان تدخل في حاجه، لازم تتقن الحاجه اللي انت فيها عشان تدخل على حاجه بعدها. والجمله دي في جزء منها صح، ان الجمله منطقيه ان انت لازم تخلص حاجه عشان تخش على بعدها، بس الجمله دي غلط لما هتكون حاجز بينك وبين الحاجه اللي انت عايز تعملها، لما هتكون هتعيقك انك تتقدم، لما تبقى بتمنعك انك تاخد خطوه جديده. الحقيقه ان المعرفه مش خطيه، مش لازم تخلص المجال ده بعدها تبدا في المجال اللي بعده. عادي ممكن تكون شغال في المجال ده وشغال في المجال ده والاثنين بارلل مع بعض. عندك خدني انا كمثال، في الاساس انا جرافيك ديزاين، اتعلمت فيديو اديتنج، بعد ما اتعلمت فيديو اديتنج اتعلمت موشن ديزاين، بعد ما اتعلمت موشن ديزاين ده اعمل فيديوهات على اليوتيوب، فانا بعمل جرافيك ديزاين في الصمنين، بعمل فيديو اديتنج للفيديوهات دي، بعمل موشن ديزاين لو بعمل انترو او بعمل اوترو. بعد واحده في واحده اتعلمت الميوزك اللي بتحطها في الخلفيه فانت بتحتاجها برضه في الفيديو. وفوق كل ده فانا دكتور، فانا بلاقي مواضيع اتكلم عنها في الفيديوهات. شايف كم مهاره بيخدموا على حاجه واحده بس، وده اللي انا عايزك تعمله في الدنيا. هتقول لي شاطر، اعمل ايه انا بقى كانسان؟ اول خطوه انك تشيل الذنب من عليك. لو انت عندك اهتمامات كتير ومجالات كتير ما تقعدش تسمع لواحد بيقول لك انت مشتت نفسك، انت مش ملزم تقبل تعريفه ليك. والخطوه الثانيه عشان اكون صريح معاك بقى، اختار لك 3 مهارات اساسيه مش 10 ولا 20، ركز في اهم 3. والخطوه الثالثه انك تشوف العلاقات بين المجالات دي، شوف ايه بيخدم على ايه. مش لازم تكون الاجابه واضحه في بالك دلوقتي، لا اسال بس السؤال وواحده في واحده هتفهم العلاقات بين المجالات المختلفه. الخطوه الرابعه انك تبتدي تعمل مشاريع حقيقيه، مش بس تقعد تتعلم، لا اللي اتعلمته طبقه.
اللي اتعلمته طبقه، فهتبتدي تلاقي ان المجالات كلها بتجتمع في حاجه واحده زي اللي انا بعمله دلوقتي. في الاخر اللي عايز اوصله لك ان ليوناردو دافنشي ما اختارش بين الرسم وبين العلم، بنيامين فرانكلين ما اختارش بين الصحافه والاختراعات والسياسه، وابن سينا ما اختارش بين الفلسفه والطب والمزيكا. ثلاثه فهموا كلهم حاجه واحده بس، ان الانسان اكبر من اي لقب، وان الفضول اقوى من الخوف، وان الشبكه المتعدده اقوى من الخط المستقيم. فانت دلوقتي ممكن تكون قاعد وجواك حاجات كتير، ممكن تكون جواك حاجه بتحبها، حاجه انت شاطر فيها، حاجه انت اوريدي بتتعلمها، فالمجتمع يبتدي يقول لك اختار حاجه واحده يا ابني وركز فيها. لكن التاريخ نفسه بيقول لك ان الناس اللي غيرت العالم كانوا هم الناس اللي رفضوا انهم يختاروا. فانت مش مضطر تبقى ماشي في تراك واحد، انت ممكن تعمل شبكه، واي نقطه في الشبكه دي انت ممكن تبدا منها دلوقتي. وبس لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم في الفيديوهات الجايه. باي باي. لاست